المسقعة المصري على أصولها، طعم شعبي يضرب في القلب. بس بقى يا ست الكل، دي مش مسقعة وخلاص، دي طبق كده أول ما يدخل الفرن ريحته تقول أنا جيت. المكونات ده: 2 بتنجان كبار شرايح ومتقلي، 2 فلفل أخضر شرايح ومتقلي أو مشوي، 2 بطاطس اختياري شرايح ومتقلية، 2 بصلة كبار جوانح، 3 فصوص توم مفروم، 3 طماطم كبار مبشورة أو معصورة، 2 معلقة كبيرة صلصة، ملح وفلفل أسود، رشة كمون، زيت للقلي. الطريقة الصح اللي تطلع لك مسقعة تتظبط لوحدها: أول خطوة مهمة، قطعي البتنجان ورشي عليه ملح وسيبيه 10 دقايق علشان يطلع المية المرة، وبعدين اغسليه ونشفيه كويس. اقلي البتنجان والفلفل والبطاطس وحطيهم على ورق مطبخ يشرب الزيت. نخش على الصوص بقى، سر الطعم كله: شوحي البصل في شوية زيت لحد ما يدبل ويبقى لونه ذهبي خفيف. نزلي التوم وقلبي دقيقة بس علشان ما يتحرقش. ضيفي الطماطم والصلصة وحطي الملح والفلفل والكمون وسيبيهم يتسبكوا على نار هادية لحد ما الصوص يتقل ويبقى تقيل كده وطعمه مظبوط. التجميع بقى أحلى مرحلة: رصي في صينية بتنجان فلفل بطاطس وصبي عليهم الصوص كله. دخليها فرن متوسط حوالي 20 دقيقة لحد ما تمسك نفسها والطعم يدخل في بعضه. سر الشيف التقيل بقى: لو عايزة طعم جامد قوي حطي رشة سكر صغيرة جدا على الصوص تظبط حموضة الطماطم وتخلي الطعم مظبوط قوي. ولو عايزة تقفلي اللعبة اعملي وش خفيف زيت قبل الفرن، هيدي لمعة وطعم تحفة. أما المسقعة دي تتاكل سخنة أو حتى تاني يوم، طعمها بيبقى أحلى كمان. ما تنساش تصلي على الحبيب. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.